بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ بوسي. النهاردة هنعمل مع بعض مربى الفراولة بطريقة سهلة وبسيطة جدا مضمونة. اعمليها لأولادك في قلب البيت أحسن من الجاهزة بكتير. حلوة جدا ومفيدة ليهم، وكمان يعني كويسة. تعمل منهم سندوتشات المدارس، تنفع في حاجات كتير جدا. سندوتشات المدارس تنفع كمان للحلويات، أنواع الحلويات وكده. فوجودها في قلب البيت بصراحة حلو جدا، وأحلى من اللي بيجيبها بره خالص، لأن اللي بتجيبها من بره ساعات بتبقى زي الجيلي كده، ما بتبقاش يعني فراوله صافي. فانت ديت عاملاها في قلب البيت، ضامنه هي فيها ايه. ضامنه ان اللي فيها بس عباره عن فراوله بس يعني، وبقيه الحاجه اللي طبعا اللي هنضيفها لها تشوفوها مع بعض دلوقتي. فالاحسن انك تعمليها في قلب البيت، ونتيجتها ان شاء الله جميله جدا. انا بعملها كل سنه. ونتيجتها بتطلع هايله ومضمونه وفي منتهى الجمال، وبتبقى حلوه قوي وتقيله كده وجميله، وبتبقى عباره عن فراوله كده وقطع فراوله جميله جدا. هتشوفوها معايا النهارده. تابعوا الحلقه وان شاء الله تعجبكم. اول حاجه معانا كيلو من الفراوله، غسلها كويس قوي. لما تيجي تغسلي الفراوله دايما حطيها في قلب الطبق وحطي فيها ميه كتير. هتلاقي الفراوله عامت فوق الوش، ابدأي شيلي الفراوله اللي فوق الوش ديت وحطيها في طبق تاني، علشان خاطر البذور والرمل يترسب في قلب الطبق ده تحت. يعني ما تغسليش وتصفي من الجنب كده، لا، خلي حطي ميه كتير. وابدأي ان انت شيلي الفراوله من فوق الوش كده بالراحه وحطها في طبق نظيف. طبعا قبل ما الاول تشيلي اللي هو الورديه اللي بتبقى فوق الفراولايه. وبعد كده بتبداي ان انت تغسليها زي ما قلت لكم مره او اتنين وتلاته كمان، لحد ما الميه تبقى نظيفه خالص وصافيه خالص، وتبقى جاهزه معانا لاننا نعملها. بعد كده هنمسكها بقى ونقطعها حلقات كده، ويستحسن ان انت لما تجيبي الفراوله تكون حمراء زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله حمراء جميله جدا. طبعا الفراوله اليومين دول كتير في قلب السوق وسعرها حلو جدا. حاولي بقى ان انت تجيبي الفراوله خزنيها في قلب التلاجة العصاير وخزنيها، اعمليها مربات كده زي ما انت شايفه. يعني بتبقى حلوه جدا، والسنه دي ما شاء الله كتير في قلب السوق. نشوف بقى بقيه المقادير معانا. زي ما قلت لكم هنا كيلو من الفراوله، هناخد الكيلو الفاكهه عليه كيلو من السكر اهوت، اي نوع سكر. هستعمل كمان، هحط الاول السكر فوق الفراوله. طبعا بقى يعني سكر التموين، سكر عادي براحتك خالص. السكر الموجود عندك متوفر عندك استعمليه. لما تيجي تعايري الفاكهه، بتبقى الكيلو الفاكهه صافي بعد ما يتنضف، مش وانت شاريه. يعني مش تروحي تشتريه مثلا من عند البياع وتقومي يبقى كده كده كيلو خلاص تحط عليه كيلو سكر، لا، تستني الاول لما تنضفيه وتظبطيه، وبعد كده تقومي تعرفي مثلا تشوفي وزنه ايه. يعني ممكن تجيبي كيلو وربع مثلا فراوله، يتحط له ده كيلو سكر، كيلو وربع يبقى مثلا ربع كيلو. بدل مثلا الحاجه اللي هتشال منها الورق مثلا اكيد يعني هتلاقي كام واحده مش كويسه هتركنيهم في جنبه وكده. فانت تجيبي مثلا كيلو وربع فراوله من عند البياع تحطي عليهم كيلو سكر. لكن طبعا لو عندك انت ميزانه، نضفي الفراوله بتاعتك، وبعد ما تخلصي تنظيفها اوزنيها وشوفي وزنها بقى قد ايه. نفس الميزان حطي السكر، ودي احسن نتيجه للفراوله. الكيلو عليه كيلو كمان عشان تقعد معاكي فتره طويله وتطلع معاكي نتيجه حلوه قوي. لو انت ما بتحبيهاش مسكره قوي ممكن تحطي كيلو الا ربع كفايه، ما تقلليش عن كده عشان خاطر ما تطلعش معاكي صيصه، وتبقى مش يعني تبقى عادبه كده مش مربى بمعنى اصح. وكمان ما بتقعدش فتره طويله وما بتعيش معاكي. هنبدأ بقى ان احنا نقلب كده ونلف الفراولة بالسكر. ما تستكتريش السكر، هي لازم كده المربات بتاخد سكر كتير وكمية سكر كتير. هقلبها بس كويس الاول. بسم الله. طبعا احنا عملنا قبل كده مع بعض مربى الجزر، مربات كتير. عملنا مربى الجزر، وعملنا مربى الخوخ، وعملنا كمان التين. فان شاء الله عملت لكم الفراوله اهوت. وفي كمان مربى حلوه جدا انا بعشقها، بتبقى كمان حلوه جدا واحلى من مربات كتير. ان شاء الله هعمل لكم الفيديو وهنزله لكم قريب. هنقلب بقى كده الفراوله كويس قوي. طبعا انا هقلبها بعد ما لفينا الفراوله بقلب السكر زي ما انتم شايفين كده. ما تقوليش ان السكر كده كتير، لا، كل ده حالا بقى هتبص هتلاقيه هبط ومش هيبان خالص. بعد كده هننزل بقى عليها بعصير الليمون. هتحطي على الكيلو حوالي ليمونتين، والليمون ده بيبقى يعتبر الماده الحافظه.
ممكن كمان تحطي ليمون، مثلا ليمونه ولا حاجه او ليمونتين برضه زي ما قلت لكم، وتحطي سنه ملح ليمون عشان خاطر يبقى يعمل هو الماده الحافظه وتقعد معاكي فتره طويله. بس على فكره الليمون بيحفظها كويس جدا، وبتقعد معاكي فتره كبيره خالص في قلب التلاجة، ولا بيجرى لها اي حاجه، لا فريزر ولا اي حاجه. بدل حاطه كميه السكر مظبوطه، الفراوله تقعد معاكي وتطول في القعده ولا يجرى لها اي حاجه، ما تخافيش. نعصر كده الليمون اهوت. خلاص لفيت الفراولة بالسكر وبالليمون، سبت بس نص فص ليمون كده او ليمونية كاملة للاخر. انا بحب اسيب نص كمية الليمون يعني في الاول احط نص الكمية، وفي الاخر بحط الكمية التانية قبل ما اطفي بحاجات بسيطة. فانا هسيب بس كده نص فص ليمون كده في الاخر. حاولي تحطي ليمونتين يكونوا كبار ويكون فيهم عصير كتير. هنسيب بقى الفراولة مع السكر والليمون حوالي ساعتين 3 4 على قد ما تقدري سيبيها لحد ما تصرد المية اللي فيها كلها، وتبص تلاقيها كده ما تلاقيش اي اثر للسكر. ده بقى هنوريكم منظرها بعد ما تقعد كام ساعة كده حلوين. ممكن تعملي الموضوع ده من بالليل وتسيبيها في قلب التلاجة لحد الصبح، هتلاقيها نزلت المية بتاعتها كلها، وهتلاقيها بقت في منتهى الجمال. هنركنها لحد ما تنزل المية وتدوب معانا وتشوفوا منظرها. اوريكم منظرها بعد ما هنركنها كام ساعة كده، 3 4 ساعات زي ما قلت لكم. وبعد كده هنبقى نسويها سوا، هنركنها وبعد كده اجيلكم. ادي مربى الفراوله بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده اهيت، بعد ما ركنتها حوالي ساعه او ساعه ونص. شايفين العصاره اللي نزلت منها اهيت. طبعا كل ما تركنيها كل ما هتنزل عصاره اكتر، كل ما السكر هيدوب اكتر. من بالليل كمان يبقى احلى كمان. هبدا بقى ان انا اعلق عليها على النار. عايزه اقول لكم لو انتوا عاملين كميه كبيره لازم تعمليها في حله واسعه علشان خاطر تستوى بسرعه معاكي وما تغمقش وتديكي لون غامق. كل ما هتوسعي الحله اللي هتعملي فيها المربى كل ما يبقى احسن، كل ما تستوى معاكي اسرع، وكل ما تديكي نتيجه حلوه، وكمان الفاكهه ما تغمقش معاكي وتديكي لون حلو. فانا هعلق بقى واحطها على النار وافضل متابعاه. خدي بالك علشان المربات بتفور. وبعد كده هوريها لكم بعد ما تستوي. مربى الفراوله بتاعتنا خلاص استوت. شايفين القوام بتاعها ده حلو قوي كده اهيت. بتعملي لها اختبار على رخامه او على طبق او في طبق وتشوفيها لو تقلت وخدت القوام الحلو وخلاص كده تطفي عليها. خدي بالك عشان بتفور، تحطيها في حله واسعه. خدي بالك عشان ما تحرقش منك ارضيتها. بعد كده هنحط بقى هنا عصير الليمون اللي فاضل، وكمان اخر حاجه الفانيليا. بس كده خلاص هنبدا نطفي بقى. ده اللي حطينا الفانيليا نطفي على طول. عايزه اقول لكم على حاجه كمان. البرطمان اهوت بتكوني مجهزاه وبتاخديه كده بعد ما تنشفيه وتحطيه كده، تاخدي البخار بتاعه تعملي له تعقيم، خلي البخار يخش جوه اهوت. هيبقى بالشكل ده كده عشان تعبي فيه المربى يبقى نضيف ومتعقم وحلو. هنسيبها بقى لحد ما تبرد خالص وبعد كده نبدا نعبيها في قلب البرطمان. بقى مربى الفراوله بتاعتنا بعد ما خلصناها زي ما انتم شايفين كده جميله جدا. عايزه اوريكم اللون بتاعها، شايفين قد ايه هي حمراء وجميله. حاولوا طول ما كل ما تطلع لغاوي كده فوق الوش تبقوا تشيلوها بالمعلقه. عايزه اوريكم بقى القوام بتاعها. بصوا هي لسه كمان سخنه، شايفين القوام بتاعها عامل ازاي، وشايفين حمراء وجميله ازاي. بصوا اهيت، شايفين المنظر تحفه بجد، شكلها جميل جدا وحلوه قوي. ده هي كمان لسه يعتبر كمان اللهم صل على النبي سايحه، يعني سخنه، هي سخنه لسه ما بردتش. فكل طبعا ما هتبرد كل ما هتتقل. اهيت شايفين القطع اللي جواها اهي، شايفين القطع. بصوا كده اهيت قطع الفراوله جوه، شايفين اهو البخار بان اهوت اهوت. حلوه جدا، طعمها حلو قوي، طعمها في منتهى الجمال، هتعجبكم قوي، جربوها نتيجتها هايله. اعملوها لاولادكم في قلب البيت لسندوتشات المدارس، للحاجه حلوه اللي بتحتاجوها. ممكن تعملوا كمان صوص الفراوله كتير اليومين دول تستغلوها قبل ما تروح. يا رب الطريقه بتاعه المربى تكون عجبتكم، يا رب تكون نالت رضاكم. عايزاكم تاخدوا بالكم بس اما تيجوا تعملوها اهم شيء ان الحله تكون كبيره. يعني حاولي توسعي طبعا حسب الكميه اللي انت هتعمليها من المربى، حاولي توسعي الحله عشان المربى من المربات اللي بتفور جامد جدا.
كمان حاجه عقمي البرطمان عشان تعيش معاكي المربى وتقعد معاكي فتره طويله. بس كده خلاص زي ما قلت لكم كده، هي ديت طريقه مربى الفراوله، ان شاء الله تعجبكم. ان عجبكم ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يجيلكم كل جديد. مستنيه تعليقاتكم، مستنيه ارائكم. مع السلامه يا احلى متابعين في الدنيا، باي باي.